سلام. اليوم جيت نعاود لكم واحد القصه ديال الاخت مريم. هي قصه واقعيه واللي غتصدمكم شويه صراحه، حيت غيجيكم هذا غباء ولا شيطان وسوس ليها ولا ما عرفتش. المهم، هاد البنت كانت سميتها مريم كيف ما قلت لكم في الاول، وكانت كتبغي واحد الشاب لمده ديال 4 سنين. هي معاه في علاقه حب. كانت فيما كتقول لي اجي خطبني، كان كيقول لي لا وتسنيني صبري معايا حتى نقاد اموري، حتى نوجد راسي عاد نجي نخطب. بقاي معايا، كانوا كيخطبوها بزاف ولكن كان ديما كترفض، رغم انها كانت في السن ديال الزواج وما كتقراش. يعني الوالدين ديالها كيستغربوا علاش انها ما كتعطيش الفرصه لراسها للزواج وما كدير والو، غير في الدار، ما كاينه لا قرايه ولا حتى شي حاجه. حتى لواحد النهار تقدم ليها واحد الشاب، كيقولوا آية في الجمال، يعني زين، في الزين، شاب خلوق، شاب مهم. كيف ما كتشرح هي كتقول لك ما عندي ما نقول فيه دا من اخلاق، من زين، من تباتة، من رزانه، ما شاء الله. من تقدم لها هاد الشاب هذا، الوالدين ديالها وافقوا بالحق. من سولتها الام ديالها، قالت لها واش موافقه انك تزوجي بهاد هاد الولد هذا اللي طلب ربك وافق وعجبتيه. ومهم كانوا فرحانين ليه بزاف. بقات البنت كتبكي، قالت لها ماما انا لا ما نقدرش. علاش بنتي ما تقدريش؟ ما نقدرش حيت انا كنبغي واحد الولد اخر، وحنا معاه في علاقه او انا معاه عفوا في علاقه حب لمده 4 سنين، وراه غادي يخطبني وانا ما بغيتش نخوي بيه. وهي على نيتها كتهضر. قالت له واخا جيبي التليفون وصوني عليه دابا، قولي له قالت لك ماما والوالد ديالي اجي باش تعرف علينا، عندنا اليوم الخطاب ودير معنا الوقت وبغاو يتعرفوا عليك. قالت له لا ماما حقا راه ما عندك باقي ما وجدتش دابا الزواج وراه ما يقدرش. قالت له حنا غير نتعرفوا عليه ماشي قلنا غنديروا العرس. قالت له صافي ماما حتى هذا نهضر. عيطت ليه، قالت له انا رجعوا فيا الخطاب اليوم وراه موافق، والوالدين ديالي وافقوا، ولكن انا قلت الصراحه لماما بانه راه غادي يجي يخطبني وكيبغيني وانا ما نقدرش نتخلى عليه. قال لا سمعي بنت الناس. هنا كانت الصدمه، غادي تصدم مريم. قال لها سمعي بنت الناس، انا باقي ما قدش على الزواج ودابا كاع ما كنفكر فيه. والله يسهل عليك مع هاد ولد الناس اللي جا خطبك. السيده تصدمت كيف ما قلت لكم، بقاو كيهبطوا لها الدموع غير بوحديتهم. الوالده ديالها تاسفات ليها بطبيعه الحال، حيت كيبغيها حيت عفوا كتبغيه بزاف، وكانت كتنتظر منه انه يتزوج بها، رغم ان ما كانش عنده زعما شي مدخول شهري، يعني واقف معاه وكتسناه يوقف على رجليه، ولكن ما صدقش ولد الناس. لهذا مريم بلا ما تفكر قالت موافقه للشخص اللي جا طلب يديها من والديها. بغات بلوكات الشخص الاخر، صافي بقات كتهضر مع الشخص هذا، حست براسها انها ولفاتو، بغاتو، بغات تكمل حياتها معاه، كتحس بالسعاده. فوالا، هما تزوجوا، داروا العرس، سافروا، دوزوا شهر العسل. وهذا الشاب هذا اللي كان تقدم ليا كان في الديار الاوروبيه، كان في اوروبا، كان في اسبانيا. من بعد وجدوا لها الوريقات ودمرته معاه. كانت ديما كتحس معاه بديك السعاده، واخا ما كانتش كتحس بداك الحب اللي كانت كتحس به مع الشخص الاول، ولكن كانت كتحس بالسعاده. وهذا الراجل هذا كان طايق فيها، كان عطيها فلوس في يديها، تخرج مع البنات مع الصحابات، تجي للمغرب فوق ما بغات. المهم كانت عايشه حياه اللي يتمناها اي بنت، في هذه الحياه، ان الراجل يكون ممبليش، خلوق، اي حاجه فيه زوينه تبارك الله، والثقه التامه،
وانها تمشي فين ما بغات وتجي لدارها فوق ما بغات. كان كيثق فيها بزاف. المهم دوزت معاه عامين ديال الزواج، حتى لواحد المره وهي جالسه وهي تجيها انفيتاسيون في الفيسبوك ما قبلاتش، ووصلها ميساج في الميسنجر من داك الشخص اللي كان كيبغيها في الاول. بقى عليها بالهضره تما لاباس بخير، انا ما قدرتش ننساك، انا حياتي ولات ظلمه بلا بيك، انا وديك الكذوب اللي كيتيقوه الاغبياء في حالها. انا بغيتك، هي بحال لي كيف ما قالت انا قلبي بقى كيضرب تفكرت الذكريات اللي دوزت معاه وملت لي وكنت كنبغيه بزاف. ومهم قالت بانها بقات كتهضر معاه فين ما كيمشي رجلها للخدمه، كتهضر معاه ابل فيديو، كتهضر معاه ابل صافي. وزاد تعلقت به كتر وكتر، مبقاتش كتهتم بدارها او لا بالزوج ديالها، رغم انها هي ما كانش عندها وليدات، كانت باقا ما ولداتش. صافي قال لا انا بغيت نشوفك، انا بغيت نتلاقاك وتوحشتك. من جا راجلها قالت له انا حقا بغيت نشوف ماما ورانا توحشت ماما بغيت نشوفها نمشي للمغرب. قال لا اوكي سيري ما عنديش مشكل يعني، سيري فوق ما بغيتي. خلاها تمشي 15 يوم هبطات. اش كانت كدير؟ كانت كتلاقاه هي في اوتيل في مراكش، كانت كتخلص هي، تلاقاتو المصاريف والتكاليف كلشي عليها، كانت كدوز مع سيمانه وكتمشي لدارهم سيمانه وعاد كتمشي عند راجلها. وبقات واحد المده وهي كتهبط للمغرب، كتلاقى سيمانه وكتمشي عند مامها سيمانه كتطلع عند راجلها. حتى لواحد المره وهي حصله ديال القطوط، حصلها نيتو خرجات، ولكن ماشي هو اللي غادي يحصلها، حيت هي كانت عندها علاقه في اسبانيا مع صاحب راجلها ومراته، يعني عائله بزوج بيهم كيمشيو عند بعضياتهم وكيجيو. يعني فهمتوا القصد ديالي شنو هو؟ يعني اصدقاء كيخرجوا مع بعضياتهم. اللي المتعوسه كانوا في داك الاوتيل اللي غيكونوا فيه في ديك السيمانه. كان صاحب راجلها والزوجه ديالو في داك الاوتيل. هي كانت جالسه بوحدها كتشرب الكافي ديالها في الاوتيل، في الاوتيل كافي. شافها صاحبه كان جالس تما، عيط ليه في الواتساب، الو سلام لاباس بخير كلشي مزيان. المهم هضر معاه، قال له واش نتايا في مراكش وما تقولهاش لينا، هبط نديرو قهوه وداكشي. قال له كيفاش في مراكش؟ لا انا راه في اسبانيا ما كايناش في مراكش. قال له لا راه الزوجه ديالك هي قدامي وما بغيتش زعما نهضر زعما قلت نعيط لك انت باش تهبط عندي. قال له كيفاش الزوجه ديالي في مراكش؟ قال له انا كنشوف انا في اوتيل في مراكش، هي قدامي دابا وعليها واش عيطت لك. قال له صافي سمح لي وبسلامه بسلامه. تما شد الطياره حتى وصل عليها الاوتيل مراكش، حتى لقاهم جالسين بجوج بيهم. السيد صدم على الثقه اللي كان كيدير فيها، كيفاش كان كيهضر، كيفاش كان كيتهلا فيها، كيفاش كانت كتهضر معاه، كيفاش كانوا متفاهمين، كيفاش كانوا مولفين على بعضياتهم. عمرو هذاك السيد ما كان كينتظر منها الخيانه، انها تخونه وتجي تلاقى مع داك العاشق ديالها القديم في الاوتيل، واللي هو اصلا ما كانش عارف بانها كان عندها عاشق قديم. صافي السيد صدم، بقى كيغوت علاش تخونيني، شنو درت معاك خايب، علاش الهضره راكم عارفينها كيفاش الانسان كيبقى يغوات ملي كتجي ديك الصدمه. باش حسن مني، باش بزاف ديال الحوايج، حيت هو سليم يعني. هذيك اللي عشت منها اي بنت وعاد الثقه من الفوق وكتمشي فين ما بغات وكيبغيها. صراحه هادشي مؤسف، هادشي كيجيني انا غريب.
المهم داك الراجل سمح فيها تما، مشى عند والديها نيشان، هضر معاهم، قال لهم شنو كاين شنو كاين شنو كاين، ودابا كيف ما دخلت من الباب انا غادي نخرج من الباب، انا غادي نطلقها. الاوراق كانوا باقا في سميه الراجل عندها، حيت هي مخدمه ما والو، ما بقاو عندها لا اوراق لا والو، طلع في حاله، ما يمكنلاش حيد ليها الاوراق، حيد ليها كلشي، يعني ما يمكنلاش ترجع لاسبانيا. صافي. هي ما عرفاش واش تفرح، يعني واش تفرح حيت غادي تبقى مع السيد اللي كتبغي، ولا انها تقلق حيت تطلق مع واحد ولد الناس اللي ما غاديش تقدر تلقى بحالو. بقات في حيره. المهم داك الولد اللي خانت، العاشق ديالها اللي خانت راجلها معاه، بغى يتزوج بها، من سالت العده ديالها تزوج بها، سكنها مع دارهم، بقى كيتكرفس عليها، كيقول لها نتيا ما درتيش الخير حتى في الراجل اللي تهلا فيك ونقدك وداير فيك الثقه، قاعده دير الخير معايا، كيف ما خنتي غادا تخونيني. بقات هذه هي الفكره ديالو، ديما كيضربها وهي صابره. ندمت بزاف وولدات معاه وليد، بقات ديما في ديك المعاناه، ديما كيضربها، ديما عنده داك الوسواس انها غادا تخونو، ديما نهار خدام نهار ما خدامش. المهم خرجت على حياتها بمعنى الكلمه، مات، شحال بكات، شحال عيطات، شكون غادي يجاوبها وشكون غادي يهضر معاها. جرى عليها داك الراجل العاشق اللي خانته مع سيد الرجال، تخان يعني. باش نشرح لكم اكثر، انها زعما خانت سيد الرجال مع واحد ما وسط السوق، واصلا ما يستاهلش اي راجل في الدنيا، ما يستاهلش الخيانه. ما يمكنش الراجل ما كيتقبلش خيانه ديال المراه بتاتا. انا كنصح اي مراه ما مرتاحش مع شي راجل انها تطلق منه وماشي تخونه، حيت الخيانه ما لا خير مع الله لا خير مع العبد. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصافي. المهم جرى عليها راجلها، ملي مشات عند والديها ما استقبلوهاش، حيت اصلا ما استقبلوهاش في الاول وما استقبلوهاش نهائيا. سدوا عليها الباب، باباها مبغاش يدخلها، قال لها اخر مره توصلي عندي عيات ما طلب فيه، ولكن ما حنش عليها، حيت هو قال لها هادشي اللي درتي انا ما بقيتش راضي تكون عندي بنت في حالك، انا كنتبرأ منك الى يوم القيامه. وما قبلهاش. صافي لقات غير واحد صاحبتها هي اللي وقفات معها، ديك صاحبتها عيطت ليها، هضرت معها، كانت صاحبتها الروح بالروح كيف ما كيقولوا. قالت لها عافاك عاونيني. ديك صاحبتها كانت خدامه، كرات ليها بيت هي الوليد ديالها او البنيته، ما عرفتش صراحه واش وليد ولا بنيته، كرات ليهم بيت، خلصت ليها 3 شهور بين ما قلبات على خدمها وصافي. دابا بقات كتخدم في الديور فين ما جاب الله، زعما كتخدم اليوم كتخدم في الميناج، غدا كتخدم عند مول الحرشه، وتكرفصات وباقا مكرفصه لدابا. يعني العداله الالهيه. يعني هادشي اللي وقع ليها انا بالنسبه لي تستاهل ما اكثر ما اكثر ما اكثر. وهذه هي قصه مريم، هذه هي قصه مريم اللي بقات لذيذي لحب الملوك. الانسان من يلقى شي زوج صالح خصو يحمد الله ويشكره، يدخل سوق راسو، يحترم الشخص اللي معاه. الا مرتاحيتيش ما كنتيش مرتاحه في حياتك بنت الناس، طلقي، تعذبيش معاك ولاد الناس. و هنا سالت القصه ديال مريم. في قصه اخرى ان شاء الله نتلاقاو في قصه واحده اخرى ان شاء الله.